درس مهم جدا بيطلب شرحه بصفة مستمرة، وهو التطبيق العملي لتوزيع الايبيهات مع وجود فيلانز. يعني ازاي يبقى الشبكة بتاعتي فيها دي اتش سي بي بيوزع ايبيهات، وعندي 2 أو 3 فيلان، كل فيلان عايز اديها ايبيهات من سكوب او رينج معين بيوزعوا دي اتش سي بي. طبعا نخش في التطبيق على طول، لان التطبيق هو اللي هيسهل الفهم. هيبقى عندنا راوتر، طبعا الدي اتش سي بي ايا كان سواء في راوتر او في سيرفر، فالعمليه ثابته وهتبقى سهله ان شاء الله. وهنحط سويتش معانا، وهنحط مثلا 4 أجهزة، جهازين عاديين و2 لابتوب. هنوصلهم بس ايثرنت، نوصله بأول فتحة ايثر، نوصل ده بجهاز الكمبيوتر، نوصل التوصيلات العادية بتاعتنا. كده نبقى وصلنا السويتش بأجهزة الكمبيوتر بالراوتر. المفروض الجهازين اللي على الشمال دول ياخدوا اي بيهات من رينج او من سكوب، والجهازين اللي على اليمين ياخدوا اي بيهات من سكوب تانية خالص. وكمان الأجهزة اللي على الشمال هتبقى في فيلان، ودول هيبقوا في فيلان تانية. نخش في التنفيذ مباشرة. أول حاجة هنروح على الراوتر، نو enable config t. نركز في الجزئية اللي جاية دي. احنا موصلين الراوتر بفتحة الفاست 00 متوصلة بالسويتش. هنروح على الفتحة دي انترفيس F00. ناخد بالنا من حاجة مهمة، هي فتحة واحدة متوصلة بالسويتش، والفتحة دي المفروض هتوزع 2 سكوب أو 3 أو 4 أو 10 أيا كان عددهم. المهم هتوزع أكتر من سكوب، وعايز سكوب تروح أو رينج أيبيهات يروح للأجهزة اللي في الفيلان الأولانية، وسكوب تروح للفيلان التانية. الخلاصة أنا ما عنديش غير كابل واحد بس متوصل بالراوتر، لا لازم نقسمه بصورة وهمية لكابلين. هنقسمه ازاي؟ هنقسم الكابل ده، الانترفيس اللي قدامنا ده، لحاجة اسمها سب انترفيس. مش انا الانترفيس عندي اسمه F00، لا هنخليه انترفيس F00.1. يبقى انا كده هجزأه. بص المحصة عندي هيتغير لسب انترفيس. كده ممكن اديله اي بي ادرس 192.168.1.1 على 24. خلاص كده أنا اديت له اي بي ادرس. بص الرسالة اللي جات لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت مش هينفع تدي اي بي للسب انترفيس من غير ما يكون في بروتوكول خاص بالفيلان مفعل. صح الكلام ده؟ مظبوط. ليه؟ لان هو كابل واحد بس او انترفيس واحد، ما دام هقسمه بصوره وهميه لازم افعل بروتوكول من البروتوكولات اللي بتشتغل بصوره وهميه على الفيلانز، او بمعنى اصح لازم افعل البروتوكولات اللي مسؤولة بقى عن انها تاخد السكوب على الخط الوهمي الاولاني وتوزعه للاجهزة المتصلة بيه، وتاخد السكوب اللي متكريتة على الخط الوهمي التاني وتوزعه على الفيلان التانية. الخلاصة ان انا ما عنديش غير كابل واحد لازم افعل عليه احد بروتوكولات الفيلان اللي وظيفتها تقسم الخط ده لخطوط وهمية سب انترفيسز. البروتوكول ده شهير جدا في الفيلان اسمه دوت 1 كيو. يبقى وانا واقف على السب انترفيس هكتب اول حاجة انكابسوليشن دوت 1 كيو. مسافة، خد بالك احنا هنكريت فيلان رقمها مثلا 10 توزع على الأجهزة اللي الشمال، و20 توزع على الأجهزة اليمين. والله أنا لو عايز الدوت 1 كيو يتفعل على سب انترفيس رقم 1 اللي هو F001، يبقى هديله رقم الفيلان اللي انا عايزه يوزع ليها. يعني مسافة دوت 1 كيو مسافة 10، بس بشرط يكون عندي فيلان رقمها 10. دي هنكريت على السويتش. انتر. كده انا فعلت الانكابسوليشن. كده اقدر ادي للسب انترفيس اي بي ادرس عادي 192.168.1.1 على 255 255 255 0. انتر. كده ما اداليش الرسالة اللي هي الخطأ بتاعت ان انا لازم افعل بروتوكولات الفيلان اللي هي متمثلة في الدوت 1 كيو. خلاص كده فعلنا الدوت 1 كيو على الانترفيس الاولاني الوهمي. نروح على الانترفيس الوهمي الثاني انترفيس F00.2، واقول له اول حاجه انكاب دوت 1 كيو.
مسافة 20، يعني وزع للفيلان رقم 20 انتر واديله اي بي ادرس. طبعا الاي بي ادرس لازم يبقى في نفس رينج السكوب اللي هتتوزع، 172.16.0.1 على 16. خلاص، جميل جدا. نقف بقى على الانترفيس الرئيسي اللي هو F00 ونقول له نو شت عشان نشغل الخط ده. يبقى هنقول انترفيس F00 نو شت. هنلاحظ في الرسمة تم تشغيل الخط. جميل كده، خلصنا من اي بيهات او تقسيم السب انترفيسز على الراوتر. نفعل الدي اتش سي بي بقى، نفعل 2 سكوب على الراوتر. هنقول اي بي دي اتش سي بي سكوب او بول، هنسميها مثلا نتورك او نت 1. هقول له نتورك يعني وزع الرينج 192.168.1.0 على 255 255 255 0. وهقول له ديفول راوتر، ديفول راوتر 192.168.1.1. وهقول له مننساش نعمل اكسكلوجن، استبعاد للاي بي دوت اي بي دي اتش سي بي excluded address 192.168.1.1. بس كده. نكرت السكوب التانية، هنقول اي بي دي اتش سي بي بول، هنقول له مثلا نت 2. هقول له نتورك 172.16.0.0 على 255 255 0.0. هقول له ديفول راوتر 172.16.0.1. اقول له excluded address IPDHCP excluded address، ممكن نكتبها EXC على طول، مسافة 172.16.0.1. كده كريت السكوب التانية. المفروض الراوتر دلوقتي هيوزع ايباد، بس هتروح لمين؟ لسه. نروح على السويتش. لازم نكريت 2 فيلان، فهنقول config t. هقول فيلان 10 وهنسميها مثلا نيم اي تي. الاسم اختياري، مش لازم اسميها اللي مش عايز يسميها يعني. خلاص. هروح للبورتين اللي هم موجودين في الجهازين اللي على الشمال واعمل لهم سويتش بورت وادرجهم في الفيلان الاولانيه. فهروح لانترفيس رينج F0 2 الى 3. هقول سويتش بورت فيلان، سويتش بورت اكسس فيلان 10. تم ادراجهم. نكريت فيلان جديده، هنقول exit الفيلان رقم 20، فيلان 20 نيم نسميها مثلا HR. هنقف على الاتنين بورت التانيين بقى بتوع اللابتوبين التانيين، الجهازين التانيين. انترفيس رينج F0 3 ل4، لا اسف 4 ل5. سويتش بورت اكسس فيلان 20. كده تم الانتهاء تماما، بس فاضل خطوة أخيرة. البورت اللي راكب اللي في السويتش ده اللي متوصل بالراوتر، مش البورت ده يعتبر ترانك؟ ترانك لأنه هيبقى عليه اللود، كل الأجهزة تعمل لود على البورت ده، يبقى لازم أفعل عليه ترانك. يبقى هروح على انترفيس F0 1 وهقول سويتش بورت مود ترانك. شكرا كده. بص تم تفعيل، شاف خطين مرة واحدة، الخطين اللي هم الوهميين. استنى كده لما ينور اخضر ونروح نشوف الاجهزة هتاخد اي بيهات ولا لا. طبعا المفروض الجهازين اللي على الشمال ياخدوا اي بي من السب انترفيس الاولاني اللي هو 192.168.1.0، ويبقى الجيت واي بتاعهم السب انترفيس 192.168.1.1. والاجهزة اللي على اليمين يبقى السب انترفيس بتاعهم اللي هو التاني اللي هو 172.16.0.1، وياخدوا اي بيهات من نفس الرينج. نور اخضر اهو، نروح نشوف الاجهزة هتاخد اي بيهات ولا لا. تمام، ادي جهاز اخد اي بي. تمام، نشوف الجهاز التاني اخد اي بي. نشوف دول بقى هياخدوا من سكوب جديدة ولا لا.
مم. يبقى كده عرفنا ازاي اوزع ايباد في فيلان. ارجو ان يكون درس سهل ووصل المعلومة بسهولة. شكرا.